السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وصفات ام فارس بتيت كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الدجاج مدغمر او الدجاج محمر، تسميوه كما بغيتو. المهم هنايا عندي دجاج صغير، عندي هنايا دجاج صاين كان فيه كيلو 600 غرام قبل ما يتذبح. المهم غسلته مزيان بالملحه والحامض والخل. هنايا في المقادير عندي هنايا قزبر ومعدنوس قطعته رقيق، 4 الفصوص ديال الثوم، كأس ديال الماء، نصف كأس ديال الزيت مخلطة ما بين زيت نباتي وزيت الزيتون. في التوابل عندي ملعقة صغيرة عامرة ديال الكركم، ملعقة عامرة ديال سكينجبير، عندي هنايا ملعقة صغيرة ديال السمن، هذه العطرية ديال الدجاج، نصف ملعقة الملحة الإبزار، وضويمة ديال الزعفران الحر. بالنسبه للبصله عندي هاد جوج بصلات، المهم متوسطين في الحجم، عندي واحد العصره ديال الحامض. ندوزو مباشره للطريقه ديال كيفاش نشرملو الدجاج. غادي نديرو هنايا مباشره في الكوكوط بلا ما نمحنو ما نوسخو ما حتى شي حاجه. ناخدو الدجاج ديالنا نحطو في الكوكوط. انا الدجاج عندي غير صغير لحقاش افراد العائله كاينين غير 3. درتو مباشره هنايا في الكوكوط. غادي نضيف داك السمن، انا السمن عندي عادي ما حارش، درت نصف ملعقه. غادي نفرت ديك الضويمه ديال الزعفران. غادي نخوي دوك التوابل كلهم، القزبر ومعدنوس. غادي ندير هنايا الثوم. المهم كلشي كنديروه دقه واحده. كنديروا ديك العصره ديال الحامض. هنا تقدروا تستخدموا الحامض مصير، انا عندي توفر عندي ولكن درتو بالعاني. بالنسبه لي ما عندهاش الحامض مصير، استعملوا غير الحامض العادي كيجي زوين. هنايا غادي ناخذ داك الكاس ديال الماء باش نشرملو داك الدجاج ديالنا مزيان. انا هنايا غادي نشرمل غير بيدي. المهم هاد الكوكوط عندي شويه كبيره عذباتني، لا في التصوير ولا في الخدمه، حتى ناخذ شي وحده صغيره ان شاء الله. المهم هنايا كنشرملو الدجاج ديالنا مزيان. غناخذ واحد السكين، غادي نثقبوا ليه داك الصدر ديالو باش باش يتشرب دوك التوابل مزيان ويجينا بنين حتى من الداخل بحال هكا. هانتوما لاحظوا معايا. المهم هاد الدجاج هذا نزولا عن طلب واحد المتتبعه وفيه، هانتي اختي جربي بهاد الطريقه ما غاديش يحشمك. المهم فوا غادي تشوفي الفيديو غادي تعرفي راسك شكون. المهم هنايا مباشره هنايا في هاد الحاله هذه تقدروا انكم يعني تخليوه واحد الساعه ولا ساعتين. انا مباشره درتو في هاد الاثناء كيتقلى. جيت هنايا كنقطع البصله باش تشوفوا الطريقه كيفاش قطعتها، يعني قطعتها بطريقه عاديه، يعني ما رقيقه ما والو، لحقاش دغيا كتذوب. هانتوما قطعتها بهذا الشكل هذا صافي. والكوكوط عندي راه درتها كتقلى. هانتوما بعد ما تقلى لي داك الدجاج مزيان، خليته تقلى مزيان في ديك العطريه. مازال في هذه الحاله هذه مازال ما ضفت لا زيت لا بصله. هانتوما دابا عاد غادي نضيفوا الزيت، هذاك نصف كاس مخلط ما بين زيت النباتي وزيت الزيتون. عاد غادي نضيفوا هنايا البصله. المهم تقدروا ديروا غير بصله وحده لحقاش الدجاجه صغيره، حنايا كيعجبنا التغماس، عزيز عليهم يعني الدغميره، داكشي علاش درت جوج بصلات. هنايا غادي نخليها تزيد تقلى واحد شويه. المهم راه كتجي بنينه، كتجي واعره ما تشبعوش منها. جربوا هاد الطريقه هذه راها خطيره في المذاق ديالها. هنايا غادي نزيد نخليها تقلى. من بعد غادي نسد عليها الكوكوط. انا هنايا ضفت واحد الكاس ديال الماء اخر ولكن ما تصورش معايا. هانتوما هنايا بعد ما طابت ليا، هانتوما شوفوا معايا باينه غير من الدغميره ديالها. هنايا انا فوت الطياب شويه في الدجاج لحقاش سهيت عليها، كنت مشغوله. منين رجعت عندها لقيت الدجاج ديالي فات فيه الطياب ولكن راه ما تشبعوش منه. هنايا غير بالنسبه للمنظر واه ما هو شحال ما طاب شحال ما كان زوين. هانتوما شوفوا غادي ديك اللاطه الصغيره فرشت فيها ورق الطبخ. غادي نصفي داك الدجاج ديالي كله غادي نحطو تما باش يدخل الفران. وهنا غتبقى لي غير ديك الدغميره. غادي نزيد عليه هاد القشيوشات هادو، داك العنيق والكبيده والقنصه كنت درتهم ابار في واحد الكاسرونه في الماء والخل والملحه، خليتهم حتى طابوا باش تحيد منهم ديك الزفوريه. دابا زدتهم لهاد الدغميره هادي وغادي نخليها تكمل الطياب ديالها حتى توكح. تقدروا نتوما تخليوها حتى توكح، تقدروا تخليو فيها شويه ديال المرقه كما خليتها انا. المهم هنايا غادي ندهن داك الدجاج ديالي بالزبده. هنا تقدروا تضيفوا له الهريسه، انا راجلي ما كيبغيهاش داكشي علاش ما درتهاش. وحتى في الشرموله تقدروا تضيفوها، اللي كيتعجبوا الهريسه يقدر يديرها عفوا. المهم هنايا انا دهنته غير بالزبده عاديه وغادي ندخلو للفران. هانتوما دهنوه مزيان. الدجاج راه سخون، واخا كتبقى ديك الزبده هكاك مجموعه راها كتذوب.
هانتوما هنايا بعد ما خرجت الدجاج ديالي من الفران، هانتوما بهاد الطريقه كيجي محمر، كيجي واعر في المذاق ديالو. هانتوما انا عندي الدجاج غير صغيور كما ذكرت معكم في الاول، يعني دجاج صغير، نتوما ديروا الدجاج على حسب افراد العائله ديالكم. هانتوما شوفوا التحميره ديالو كتجي واعره خطيره في المذاق ديالها، والضغميره كتجي خطيره حتى هي. انا ما وكحتهاش يعني حتى توقف الزيت ديالها، لا، انا خليت فيها شويه ديال خليتها شويه كما قلت لكم، يعني كيعجبني الطغماس، ولكن شوفوا كي معلكه. لاحظوا معايا، سمحوا لي هنايا كانت الاضاءه شويه يعني شويه ما ساعدتنيش. هانتوما غادي نقدم الطبق ديالي بهذا الشكل هذا عشوائي عادي جدا، ولكن راه المذاق ما تشبعوش منه كاع اللي كلاه شكرو بزاف. المهم اختي هانتي جربيه بعينيك مغمضين، غادي يشكرو الصغير والكبير. هانتوما هنايا غادي نضيف واحد شويه زويتينات حمر بحال هكا، وابار قليت شويه ديال الفريت غادي نحطو عليه من الفوق. اللهم اديمها نعمه احفظها من الزوال. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينين، واللي عندها شي تساؤل تخليه ليا في التعليق وغادي نجاوبها، واللي بغات شي وصفه نشاركها معها باذن الله. هانتوما لاحظوا معايا الطبق ديالي كي جا، طبق واعر، طبق كيحمق. هانتوما دمتم